مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة ال 12 في الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا مساء الخير شاركس. أنا مصطفى مرجان، فاوندر شركة سبير مارت. سبير مارت شركة سوفت وير جاية عرض ابلكيشن متخصص في قطع غيار السيارات، وعلى حد كلام مصطفى كل انواع السيارات، مش متخصص في نوع واحد، بيعرض كل قطع الغيار، وعنده على الابلكيشن 55 فندور مختلفين. الشركة شغالة بقالها 6 شهور. خلال الفترة دي عملت ترانزاكشنز ب 2 مليون جنيه، وخدوا بالكم من ده الجي ام في مش الريفينيو، وكان جاي وطالب 7 مليون جنيه مقابل 10% من الشركة، يعني مقيم الشركة ب 70 مليون جنيه. مصطفى بدأ يتكلم عن الابليكيشن بتاعه وقال ان هو مش متخصص في نوع معين من العربيات، هو بيعرض كل السبير بارتس، لان هو بيوصل الفندور او التاجر نفسه بالاند يوزر. وكمان متعاقد مع 4 شركات فانتك، يعني الشركات اللي هي بتعمل لك التقسيط او القروض الصغيره، فانت عايز تجيب قطعه غيار غاليه معينه تقدر تجيبها وتقسط من خلال الابلكيشن بسرعه، ودي كانت نقطه كويسه. ولكن التقييم بقى بتاعه اللي هو عرضه كان مبالغ فيه جدا. هو مقيم الشركه ب 70 مليون جنيه، وهو بيعمل ترانزاكشنز ب 2 مليون جنيه، ولو تفتكروا اللفظ ده قلناه قبل كده الجي ام في، لكن الفلوس اللي بتخش له بقى فعليا هي 10% من الفلوس دي. يعني هو دخله لغايه دلوقتي 200,000 جنيه، لسه ما شلناش منها اي مصاريف، يعني ده مش صافي ربح، ونقيم الشركه ب 70 مليون جنيه. طبعا التقييم ده كان سبب رئيسي في هجوم شرس انا اول مره اشوفه من الشاركس على حد، مش مديله فرصه يتكلم، اسئله كتيره، بدا يعرق يتوتر، يسالوه تاني مش راحمينه. هجوم انا فعلا اول مره اشوفه في البرنامج. حاول يرد على الهجوم دوت ان هو عنده اوردرات بحوالي 18 مليون جنيه ما تعملهاش فولفيلمنت. طبعا من كتر ما التقييم كبير ما حدش ساله ليه، بس انا سالت نفسي طب انت ليه ال 18 مليون دول ما عملتلهمش فولفيلمنت؟ لو انت في النص او وسيط تقريبا بين التاجر والاند يوزر، ليه الاوردرات دي ما توصلتش؟ ايه اللي حصل؟ دي ارقام يعني 9 اضعاف الارقام اللي انت بتتكلم فيها ال 2 مليون جنيه. طب هل انت بتشتري وتبيع وهو ما عندوش مخزن؟ لانه سأل السؤال ده وقال ما عنديش مخزن، فالسؤال ده لغايه اللحظه دي ما اعرفش اجابته ايه، ولكن ما كانتش نقطه بوزيتيف برضه في صالحه. بدأوا يسألوه بعد كده طب انت 7 مليون دول لو انا فعلا مشيت على كلامك وخدت فيهم 10%، انت بطموحاتك واحلامك عايز توصل ل 2 مليون ل 4 مليون، يعني يخش لك 400,000 جنيه، انا هاخد منهم 10%، هترجع لي ال 7 مليون بعد كام سنة؟ طبعا هو جاي في فيري ايرلي ستيج، المفروض يروح لاكسلريتور في المرحلة دي، وبعدين لما يعمل بروف ريكورد اقوى من كده بكتير يبدأ يتكلم مع شارك. احمد طارق حاول يعرض عليه عرض كده، يعني من وجهة نظره ان هو بيساعده، قال له انا هديك 7 مليون اللي انت عايزهم ولكن قرض، وهاخد منك 50% من الشركة. طبعا العرض بصراحه مش منطقي خالص يعني، بس هو كان يعني بيحاول يديله اي حاجه. اللي عجبني في مصطفى في النقطه دي ان هو فكر فيه وقال له لا بصراحه الاوفر ده انا يشرفني طبعا انت تبقى معايا، ولكن الاوفر ده مش مناسب بالنسبه لي. نصيحتي ليه زي ما هم نصحوه بالظبط، روح كمل شويه وتعالى بعد سنه، ممكن كمان يروح لاكسلريتور، وبعد فتره هيبقى يقدر يقف قدام شارك ويتكلم بارقام اقوى من كده بكتير. وركز في تقييمك لشركتك لما بتتكلم قدام مستثمر غير لما بتتكلم قدام محفظه استثماريه. القيم والدوبليكتس اللي بنعملها والمالتيبلايرز بتختلف تماما في الحته دي. وتاني ارجع اقول برنامج شارك تانك اعتقد انه يبقى متخصص اكتر الشركات اللي بتقدم برودكت او بتصنع، مش شركات السوفت وير. دماغ الشاركس اللي قاعدين والمستثمرين دول مش ماشيه مع التقييمات اللي بتتعمل للسوفت وير. وده كان ملخص الفقره بتاعه سبير مارت في الحلقه ال 12 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات، لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت من شرح تانك.